الجمهور يشجع من ما اول شاء الله دقيقة. صوتهم في الافتتاح اعلى من الاغاني. ما شاء الله. فهني اخوي مبارك لازم اللاعبين يتحملون هذا الامر. يمكن عمان يتميز عن العراق في، انا ما خل اعداد مع اعداد، ايضا داخل الملعب تتكلم المنتخب العماني عنده 4 لاعبين يلعبون في نادي السويق اساسيين، 3 في نادي النهضه، 1 بالسي و3 محترفين، 4 لاعبين متفاهمين بانديتهم، 3 ايضا نسبه كبيره، عكس المنتخب العراقي يمكن عنده 2 بالزوراء، 2 بالطلبه، 1 نفط البصره، 1 بالشرطه. فاعتقد ان المنتخب العماني التجانس والتفاهم بيكون اكثر من المنتخب العراقي، ولكن المنتخب العراقي عنده شغله ميزه، خلينا نقول، هل ايجابيه سلبيه؟ حضور الجمهور هذا هل بيكون ايجابي او بيكون سلبي؟ اللاعبين هم من يعطونا هذا المؤشر. صعب عليهم كابتن كريم. صعب جدا على اللعيبه. تحدي بتاريخ مباريات الافتتاح نبغيك تذكره كابتن اللي هو تكلمنا فيه قبل، حتى النسخ كلها. هاي معلومه جايه منك نحن نبغيها. لا تقول كريم لا تسمع المعلومه. اسولف مع كابتن علي وكابتن احمد. نعيشها المعلومه، عايشها. ان طال عمرك كل مباريات الافتتاح يا متعادل مضيف يا خسران. خلينا نقول بالاونه الاخيره ما في فريق، اعتقد من كاس خليجي 15 او حتى من 14 المضيف دائما هو خسران او متعادل في كاس خليجي. اعتقد هني انبسط كابتن احمد نفسيا. اعتقد كاس خليجي 12 المنتخب الاماراتي يمكن فاز بالافتتاح اعتقد، اما 13 ما فاز المنتخب العماني، البحريني 14 ما فاز، نفس الشيء السعودي، الكويتي في 16، حتى قطر اعتقد في 17 تعادل مع الامارات المباراه الاولى، حتى منتخب 18. مباريات الافتتاح دائما كابوس للبلد المضيف. نعم. فاحنا ما ادري عاد كابتن كريم. لا لان اللعيبه يكونون مطالبين شحن زايد، مدخولين مشحونين، تتكلم عن 60,000. على فكره بكم معلومه، خصوصا اذا قدر الفريق العماني يستغل هاي النقطه في البدايه، وكل ربع ساعه في المباراه يكون مسكر مركز، الضغط يزيد على المنتخب العراقي. يعني كل ما مر الوقت والنتيجه مثل ما هي، زاد الضغط على المنتخب العراقي. كيف يبدا برانكو؟ برانكو لازم يبدا متحفظ، لازم. احنا صحيح ذكرنا ان الجمهور، بس كيف يتحفظ وهو الاجهز، هو الاكثر تجانس، هو المنتخب اللي المفترض انه يملك الافضليه في هذه المباراه، كونه امام منتخب توه مستلمه مدرب، منتخب مش جاهز البطوله، ليش يتحفظ؟ احنا اليوم يا استاذ حامد نتكلم عن العراق. العراق دائما، العراقيين بشكل خاص دائما يتحدون الصعاب، فاليوم البطوله في ارضهم وبين جمهورهم. صحيح ان الجمهور راح يسبب ضغط كبير، ولكن في نفس الوقت اعتقد قد يكون الجمهور حافز ايضا، واذا كان حافز اكيد راح نشوف اللاعب يلعب بمستوى كبير من خلال مباراه اليوم. فالربع ساعه الاولى مهمه بشكل كبير بالنسبه للمنتخب العماني، لازم اللعيبه يحافظوا على تركيزهم، لازم يحافظوا على انضباطهم، ولازم ايضا ما يستعجلون. مع مرور الوقت اعتقد مثل ما ذكرت انا قبل، احنا نتكلم عن 8 لعيبه تقريبا يشاركون لاول مره. تكلمنا عن ان بطولات كاس الخليج ومباريات الافتتاحيه دائما ما تكون صعبه نوعا ما، فالتحفظ هذا اعتقد راح يكون لصالح المنتخب العماني في اول ربع ساعه، ولكن مش التحفظ المبالغ فيه. لازم ايضا نبادر، لازم ايضا نخلي المنتخب العراقي يرجع للمناطق الدفاعيه. هذا الشيء اعتقد مع مرور الوقت راح يساعد المنتخب العماني بشكل كبير، واعتقد ان في امكانيه اليوم ان الفريق العماني يطلع بنتيجه ايجابيه اذا كان المنتخب العراقي فعلا الضغوط اللي راح يعيشوها من خلال هالجمهور الكبير راح يكون سلبي. قالها برانكو على فكره، قال يجب على العراقيين ان يتوقعون مباراه قويه وصعبه جدا امامنا. بس حامد في نقطه مهمه اتفق انا معاه، بس تعرف انت لو تسجل هدف من العراق في بدايه المباراه كل هاي الضغوطات راح تتحول على المنتخب العماني 100%. كل هاي الهدف الاول للعراق لو سجل هدف وكسر حاجز الضغوطات النفسيه المنتخب العراقي في بدايه نحن ليش نقول منتخب عمان لازم يدخل متحفظ؟ ليش نقول من الخطوره جدا ان يدخل عليك هدف في هذا الوقت بحضور هذا الجمهور؟ خلاص انتهيت. تعرف لو يسجل هدف الايه كلها تتغير. فعلشان كذي نحن نقول المنتخب العماني وبرانكو لازم يكون حريص ان بدايه المباراه خصوصا على مستوى التمرير، على مستوى الالتحامات، على مستوى الاخطاء الفرديه، هاي لابد انهم يدخلون مركزين 100% على اساس يقدرون نفس ما نقول يفرضون اسلوبهم على المباراه، يفرضون سيطرتهم. لكن لو سجل المنتخب العراقي هدف في اول ربع ساعه كل هذا اللي قاعدين نشوفه راح يتحول على كاهل المنتخب العراقي. اخوي علي الكرات الثابته، المنتخب العراقي يتميز بالكرات الثابته، اذا صحيح. كان في هدف العراق بيكون كرات ثابته. صحيح. جميله هذه المناظر من مدرجات استاد البصره، الصغير الكبير، الرجل المراه،
العوائل كلها حاضرة فيها، يعني معترفين بهذا العرس والمحفل الكروي الكبير الذي يصل إلى البصرة وينطلق في البصرة في استاد البصرة الدولي في العراق. بعد لحظات مشاهدينا الكرام سنشاهد منتخبات أو المنتخبين اللذين سيقصان شريط افتتاح بطولة خليج 25، المنتخب العراقي الشقيق والمنتخب العماني الشقيق في هذه البطولة التي ذكر الكثير بأنها نجحت قبل أن تنطلق، منذ وصول الوفود، منذ وصول الإعلاميين. كل الحديث في العراق هناك يعني الكل يتحدث فقط عن بطولة خليج 25، عن نجاح هذه البطولة، عن تنظيمها، عن استقبال الوفود الخليجية، عن استقبال الجماهير الخليجية. حقيقة كل الرسائل الإعلامية التي وردتنا سواء في قناة أبو ظبي الرياضية أو حتى في القنوات الأخرى الناقلة لهذا الحدث الكبير تتحدث عن حفاوة الاستقبال، عن الكرم، عن الفرحة، عن الحب، عن الشوق للمنتخبات الخليجية، شوق للتظاهرات الكروية أن تقام هناك في العراق. تشاهد الإعلام المنتخبات الخليجية في المدرجات يحملها العراقيين، سواء كانوا مشجعين للمنتخب العراقي أو حتى مشجعين للمنتخب العماني. فرحة كبيرة، هذه الابتسامة، هذه الفرحة الكبيرة التي نشاهدها على الوجوه العراقية بكل أمانة والله تفرحنا، والله العظيم تسعدنا، وشرف وفرحة كبيرة لنا أن نكون جزء من هذه الفرحة، جزء من هذه الاحتفالية، جزء لا يتجزأ من نجاح هذه البطولة في العراق وتحديدا في البصرة. هذه المناظر التي تحفنا بها مخرج هذه المباراة قبل انطلاقتها التي تجمع ما بين المنتخبين والعراقي. كما ذكرت بطولة الخليج كابتن كريم أكبر من مباراة كرة قدم، احنا كنا داخلين أجواء مباراة كرة قدم، داخلين تشكيلات وخطط وهذا ياكل